مين قال ان السلطه لازم تبقى متعبه وفيها تقطيع كتير؟ عملت لكم سلطه للصيف تنفع على البحر وتنفع في الشغل، تتاكل في اي وقت وفي اي مكان. واسهل حاجه فيها ان انا عملتها ببقيه الفراخ اللي كانت عندي في التلاجة. اول حاجه عملت الدريسنج. جبت دراي دريسنج ثاوزند ايلاند بتاع باب الشام، حطيت عليه ليمون وزيت زيتون، وزودوا الحاجات اللي هقول لكم عليها، ملكوش دعوه باللي مكتوب على الكيس. معلقتين مايونيز ومعلقتين ساور كريم، عليهم شويه مستردة وشويه عسل. هنزود عليهم رشة تشيلي فليكس ورشة سموك بابريكا من باب الشام. هنقلب الدريسنج كويس ونحط عليه اي نوع بروتين عندكم. انا حطيت بقيت فراخ كانت فاضلة عندي في التلاجة من قبلها بيوم، ممكن تحطوا لحمة وممكن تحطوا تونة اللي انتوا عايزينه. هنزود بقى بصل احمر متقطع، ممكن تحطوا بصل اخضر لو عايزين، فاصوليا حمراء، ذرة، تشاري توميتوز، فلفل احمر متقطع، واهم حاجة في الريسيبي دي كزبرة خضراء. ممكن كمان تزودوا لها افوكادو او حمص او باستا. قلبوا السلطه مع الدريسنج كويس وشيلوها في التلاجة، ما بيحصلهاش اي حاجه يومين 3. زي ما قلت لكم بتتاكل في اي وقت وفي اي مكان.